الآن أنت تنتسب إلى أهل السنة، لا بد أن يكون لك اتصال بأهل السنة، لا تأتي قافزا هكذا أو طائرا تقول أنا على عقيدة السلف. الوصلة بينك وبين السلف ما هي؟ الحديث لا نغفل عنه، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. نحن نطالب عثمان الخميس وكل الوهابية في الأرض، نطالبهم أجمعين، أكتعين أبتعين أبصعين، ونخاطب كبراءهم وعلماءهم. سموا لنا شيخا واحدا في العقيدة، وركزوا على كلمة في العقيدة، لابن عبد الوهاب النجدي. وقبل ذلك كنت قد بذلت 1,000,000 دينار لمن يأتي بشيخ واحد، والآن أبذل 1,000,000,000 دينار لمن يأتي بشيخ واحد لمحمد ابن عبد الوهاب في العقيدة. لسنا بحاجة المليار أبدا، ولا نريد المليار، ولكن لبينا التحدي. سآتي لك بإجازتي في سندها لإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن شيخه رجل سلفي رحمه الله في كتاب عقدي. أروي عن شيخي أبي صهيب أحمد مجذوب عن شيخه يحيى بن عثمان المدرس أعني العظيم أبادي عن عبد الحق الهاشمي عن أحمد بن عبد الله بن سالم البغدادي عن عبد الرحمن بن حسن عن جده محمد بن عبد الوهاب عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف الفرضي عن أبي المواهب الحنبلي عن البلباني عن الشهابين أحمد الوفائي وأحمد العيثاوي كلاهما عن محمد بن طولون عن أبي الفتح المزي وأم الخير أمة الخالق العقبي كلاهما عن عائشة بنت عبد الهادي المقدسية عن شمس الدين الذهبي. أخبرنا الحافظ عبد القادر الرهاوي أنبأنا محمد بن أبي نصر. وقال الذهبي أخبرنا يحيى بن أبي منصور الفقيه إجازة. أخبرنا عبد القادر الحافظ أخبرنا محمد بن أبي نصر بأصبهان. أخبرنا حسين بن عبد الملك الخلال. أخبرنا عبد الله بن شبيب. أخبرنا أبو عمر السلمي. أخبرنا أبو الحسن اللمباني. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل. هذه إجازة في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد. سندنا بفضل الله تبارك وتعالى متصل إلى السلف الصالح، وإسنادنا المتصل يمر بالإمام المجدد رحمه الله. ابلع.